اول مره اعمل الحركه دي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عوده جديده بعد غياب طويل. امبارح رحت معرض الاكتئاب لاول مره، والنهارده اخر يوم وهروح برضو. وليه مسميه معرض الاكتئاب؟ عشان المكان يا جماعه، انا اول مره اروح معرض الكتاب والمكان كبير جدا، وانا اصلا شخص يعني ايه بحب استكشف كل حاجه وامشي في كل الممرات ومش عارف ايه، والواحد بيخش يتوه مش عارف يروح فين يطلع منين. انا مش بقرا قوي، فاللي هو اصلا مش عارف اروح فين عشان اجيب ايه، ولا انا رايح ليه، ولا فقاعد كده حاسس ان انا تايه ومش عارف اعمل ايه، فاهم؟ بس اللي هو قلت ايه، عايز استكشف الموضوع. وبس رحت امبارح، يعني النهارده همشي على خطى ابو زيد وهحاول اتنكر شويه، لان انا رحت امبارح. ولذيذ ان حد يوقفك يعني يقول لك انا بحبك جدا ومش عارف ايه والكلام ده، اكيد الواحد بيتبسط منه. بس انا اصلا شخص مش بحب ابقى ماشي عليا الانظار، او يعني وانا ان بابليك وانا ماشي في الشارع او في حته او كده، بحب ابقى مع نفسي يعني. فاللي هو الموضوع ما كانش مريح قوي ان كل شويه حد يوقفني يسلم عليا ومش عارف ايه وكده، عشان انا برضو عايز استكشف براحتي وابقى ماشي براحتي وكده. خلاص بتوصل للليفل معين وطاقتك بتخلص يعني. فالنهارده انا هتنكر الصراحه عشان ما حدش يعرفني. انا هجرب في الاول ايه، البسها كده عشان اعتقد كده شكلها احلى. لو لقيت ان انا بتكشف بسهوله هقلبها واتخفى خالص. يلا اشوفكم هناك بقى. خلونا ايه، احنا داخلين اهو ايه على الصينيه كده ايه، وارض المعارض السور بتاعها قدامنا اهو، الناس اوريدي راكنه من هنا. ومن الحاجات اللي الواحد اكتشفها امبارح برضو، اللي هو انا مش فاهم، او يعني كواحد مصري طبعا فاهم ازاي يعني مكان زي ده تذكره دخوله ب5 جنيه زي الفل. 5 جنيه ده ولا حاجه ومش عارف ايه، بس عشان تركن مانعين الركنه جوه، اللي هو في جوه مكان واسع جدا المفروض يبقى فيه ركنه، وعشان تركن الناحيه الثانيه هناك كده. خليني اعمل زوم كده، شايفين العربيات اللي واقفه دي في حته صحراء حرفيا يعني، بتدفع 50 جنيه. فاللي هو ايه الاستهبال ده يا جدعان؟ انتوا بتهزروا يعني. انا اخش المعرض ب5 جنيه وعشان اجي واعرف اركن في حته صحراء مش ارض مثلا متوضبه ولا حاجه اضطر ادفع لي 50 جنيه؟ حاجه هبل يا اخي. مش عايزين الحاجات دي تعكنن علينا، مش ناقصه حضرتك. دعونا نجد مكان لنركن فيه خارج هذا الجراج، ثم نستكمل رحلتنا. هلا ركنت بره زي ما قلت لكم، دخلت الجراج على طول زي الكلوب، لان بره لقيت المكان اللي انا ركنت فيه بره امبارح فيه واقفين مرور بيمشوا الناس بتاع، فمش ناقصه كلبشه. بس الصراحه المكان ده يعني ب20 جنيه، اللي قدام شويه كان ب50 جنيه، مش فاهم ايه الفرق يعني. الاثنين صحراء كده زي ما انتم شايفين، بس شبكه وهيئه الطرق بقى ربنا يكرمهم. نزلنا من الجراج اهو، رايحين نخش بقى المكان. شكل النهارده مش زحمه قوي زي امبارح يعني، لان امبارح وانا بحاول اخش الجراج، او يعني كنت بلف من عنده وكنتش بحاول اخشه، كانت الدنيا زحمه بطريقه فظيعه يعني. بس النهارده يمكن عشان اخر يوم، او يمكن عشان انا جاي بدري شويه. هو مش بدري قوي، الساعه 11:30. انا امبارح لما جيت كانت 12:30 يعني، فيمكن تسحم بعد شويه. بس اهو معرض الكتاب على شمالنا وهنروح نخش دلوقتي. يلا بينا. خلاص ما بصوش اصلا حتى في التيكت يعني تقريبا يعني. امبارح برضه ما بصوش، دخلت كده وخلاص. المهم يعني ما 5 جنيه يعني، 5 جنيه تعمل ايه دلوقتي؟ حوار انك ماشي متنكر ده حوار مريح تنين. انا رايح عند قاعه 1 هناك لان ما دخلتش امبارح. هنا قاعه 2، امبارح دخلت 3 و4 وكده. خلينا نشوف في ايه هنا. طبعا بما ان احنا كنا مقررين نخش قاعه 1، ومن المنطقي جدا نلاقي جنبها هناك قاعه 5، فلازم نروح قاعه 5 الاول اكيد يعني. قاعة 5 دي أكتر قاعة الواحد مبسوط فيها لحد دلوقتي، كلها كتب أطفال وحاجات الواحد داخل إيه يعني، الألوان حلوة كده والدنيا مش كبيرة وصغيرة، فعارف ألف فيها كلها. وجبت شوية حاجات حلوة بوريها لكم لما أروح البيت. دي أكتر قاعة هبقى غالبا صرفت فيها فلوس. هروح أحط الحاجة في العربية بقى عشان الكتب تقيلة، وما كنتش عامل حسابي أشتري الحاجات التقيلة اللي اشتريتها دي وأرجع أكمل. بس يعني هنخرج بقى خلاص، بداية موفقة كده هتفتح نفس الواحد. لحد دلوقتي التخفي ناجح، مفيش غير واحد بس اللي عرفني، وعشان رحت وقفت قدامه، اللي هو رحت وقفت له كده قدام الكتب فقفشني على طول. بس كنت في قسم اطفال برضه، اما نشوف بقيه اليوم. لا بس التنظيم الصراحه يعني عشان الحق يتقال حلو، من اللي انا شفته امبارح والنهارده لحد دلوقتي التنظيم حلو. المهم بقى يلا نروح نحط الكتب، ايدي وجعتني. الجراج ملا شويه عن ما الواحد جه في الاول، بس ستيل يعني جوه المعرض افضل بكتير من امبارح. اخر يوم بقى وبتاع. اقعدوا انتوا بقى تحت ايه وارجع لكم كمان شويه. راوند 2 فايت. دينا دخلنا تاني اهو، فليبدا التوتر. انا اللي بعمل في نفسي كده يعني، هو اسلوب حياه، اسلوب الديدلاين. لو الواحد كان يجي مثلا من اول ما المعرض بدا كل يوم ساعتين ساعه يلف كده شويه يستكشف الدنيا كلها براحته، وبعد كده يبقى عارف هو ممكن يجيب ايه في ايه بتاع، كان مش هيبقى فيه توتر. بس انا بخش خلاص اخر يومين مزنوق، عايز اشوف كل حاجه مستحيل، فببقى متوتر من غير سبب. بس انا بعمل كده في نفسي، هو اسلوب حياه، اسلوب الديدلاين. رايكم في معرض الكتاب؟ انا يوتيوبر بنشر نفسي. حلو؟ حلو جدا. مش طالع معاك؟
اول مره اعمل الحركه دي. امشي كده على عايز جبتوا حاجه؟ ايه؟ جبت مصرية جميلة. ماشي يلا سلام. دخلت على الشباب خضتهم يا عيني وخضيت نفسي برضو، قلت اجرب حركه عشوائيه كده وانا ماشي. المهم نعود من حيث بدانا ونخش هول 1. هول 1 قاعة واحد على الأستاذ إسلام التوجه إلى مكتب الحمام. هنبدأ بقى اللي هو إيه، داخلة أوريدي شيء مرعب مهول. ربنا يستر. فكر في خوارزمية تخليني أعرف أمشي أخلص المكان كله بشكل فعال، بس ما فيش، مش ماشية خالص. ماشي كده وخلاص، مش عارف حتى ببص على إيه ولا بدور على إيه. ازيك يا علي؟ قفشتني وأنا متنكر. حبيبي ربنا يخليك. إيه رأيك في المعرض؟ والله المعرض حاجة حلوة قوي. يا عم سيبك من الكلام التقليدي ده، عايز اسالك سؤال. طيب ايه؟ ازاي انا اول مره اجي المعرض؟ ازاي الواحد يستفيد يعني؟ انا ماشي اصلا انا مش عارف انا عايز ايه، والمكان كبير جدا. لازم تبقى عامل قائمة باللسته اللي انت عايزها، بانك انت مثلا انا محدد لسته معينة راح اجيبها وخلاص، لكن ان انت تلف والشغل العشوائي ده مش هتستفاد حاجة. حبيبي علي، شكرا. يلا السلام عليكم. هو غالبا كما يقول الشاعر، لو مش عارف انت عايز ايه هتفضل تدور عليه. جبت حاجه للعيال برضه، شكلي مش هجيب حاجه لنفسي في الاخر. النافوره دي شكلها مش وحش، بس يعني عاملينها بميه المجاري، ريحتها تقرف يعني. حاجه غريبه جدا. المهم اخيرا جبت كتاب لنفسي، ذا وان بيج ماركتنج بلان. عيني وقعت عليه بالصدفه كده، وده احد الكتب اللي كان احد اصدقائي الشاطرين في الماركتنج رشحوه لي من 3 سنين مثلا، ولسه فاكره في دماغي، فقلت اجيبه لعل اقراه. يعني محتاج امشي دلوقتي عشان اروح اجيب ابني من الحضانه، بس في شويه افكار كده عايز اقولها لكم يعني قبل بقى ما نروح كمان عشان اوريكم الكتب. فهيا بنا الى السياره. كذا حد قفشني بعد كده اما دخلت القاعات الثانيه، فواضح ان التنكر ما كانش كويس قوي، ولا بيقولها لي يعني انت بتحاول تعمل ابو زيد، لا ما كانتش كويسه قوي يا عم. طب يعني خليك يعني الله. يلا ضموا جنب اخواتكم عشان نذهب الى الحضانه. يا عم اطلع من صباعي. طيب نخلع التنكر بقى. هو يعني المعرض لسه فاتح لشعري، اكيد هيبقى متبهدل خالص. المعرض اكيد مش لسه فاتح لحد الساعه 8 يعني، بس ما اظنش ان الواحد هيجي تاني، لان انا ماشي بلا هدف يعني، اللي هو ماشي كده وخلاص. زي ما حبيبنا اللي طلع معانا في الفلوج قال، لازم الواحد يبقى عامل ليست او عارف هو عايز ايه. واظن برضو من احد الاخطاء اللي الواحد بيعملها ان انا بحاول اجيب كتب تكنيكال وانا مش اصلا يعني. زمان والله وانا صغير كنت على طول ابويا بيروح معرض الكتاب ويجيب لي كتب، مش عارف ايه اللي حصل لي يعني، بس ما ليش طقطان على القراءه خالص، فمحتاج ارجع اتعود تاني. فبجيب كتب تكنيكال ودسمه فبقعد اقرا، فبتنفر من الموضوع. محتاج اجيب روايه او حاجه زي كده، بس حاسس ان انا لو جبت روايه او حاجه زي كده لو انا قاعد بضيع وقت مش عارف ايه، افكار متضاربه كتير يعني. بس الصراحه الواحد شايف ان يا نهار ابيض على كميه الكتب اللي الواحد شافها والواحد ما شافهاش، اللي ما شافهاش اكتر. فبحب الاستكشاف اللي عندي والاستطلاع بفكر كده اللي هو كم العلوم اللي الواحد ممكن يكتسبها من القرايه، وعارف طبعا فايده القرايه وكل الموضوع ده. فالموضوع ده محتاج يتغير يعني، عشان حاسس ان الواحد فعلا ممكن يبقى واحد تاني خالص احسن بكتير جدا لو ابتدى بس يعود نفسه على القرايه يعني. مش عارف. المهم يعني بعد الرغي ده كله خلينا نشوف الكتب اللي انا جبتها. مبدئيا كده عندنا هذا الكتاب، ذكاب الكتاب في الذكاء الاصطناعي كده. فتحت قريت منه اول كام صفحه لقيته لذيذ قلت اجيبه. كتاب عن تشات جي بي تي، كاتبه الراجل ستيفن وولفرام اللي هو عامل وولفرام الفا، حاجات في الماث وكده، اداه معروفه يعني. برضه فتحت كام صفحه لقيته لذيذ. ده كتاب ماركتنج برضه معروف بتاع ثيس جودن، كتاب المفروض بالانجلش، مش عارف ليه لقيته قدامي بالعربي مع اني كنت افضل ان انا اقراه بالانجلش يعني، بس جبته برضه كتاب تاني ليه اسمه This is Marketing، حد اعرفه كان مرشحهولي هو، والكتاب اللي اسمه The One Page Marketing Plan ده برضه حاجه في الماركتنج جبتها. يعني متحمس ان انا الصراحه اتعلم شويه حاجات في الماركتنج كده، حاسس دماغي هتبقى لذيذه فيه. لقيت برضه الكتابين دول بروجرامينج سكراتش بتاع اطفال، فتحته كده لقيت فيه حاجات ظريفه جدا الصراحه. ممكن اعمل منه كورس، ممكن اعمل منه فيديوهات ينفع عيالي لما يكبروا شويه، فقلت اجيبه يعني، كان لذيذ هو. وكان في كتاب تاني كودينج، بس الاول برضو جبت سلسله قصص الانبياء دي، يعني 12 قصه كده برسومات وبتاع وبالعربي وبالانجليزي، بحيث ان مامتهم بتقرا انجليزي بس يعني فتتعلم معاهم وتعلمهم وكده، فلذيذ. وبرضو ايه قصص من القران، برضو باكج كده مجموعه 12 قصه برضو، فجبت هذا الموضوع. جبت برضو حاجات من دي كي، بحب جدا حاجات دي كي دي، وكنت جايب منها كتب قبل كده. هنا ده زي Children Illustrated Dictionary، يعني قاموس بيجيب لك الكلمات بالصور يعني، فبتتعلم بقى ايه الكلمات بالصور وكده، وفي شرح لكل كلمه وبتاع. مينلي برضه عشان مراتي تقرا للعيال يعني وتعلمهم الكلمات، هما لسه صغيرين شويه بس ما اعتقدش ان هي مشكله يعني، ما هي تقرا وتشرح لهم وبتاع فقشطه. ده كتاب تاني للكودينج من دي كي برضه،
هاو تو بي ا كودر. في شويه بقى اكتيفيتيز في الاول او حاجات كده اللي هو انت يعني بيعملوا حاجات بالايد وحاجات كده اللي هو تعلمك اصلا التفكير المنطقي شويه، او اللي هو تبتدي تعلمك على التفكير البرمجي مع قصص وتاريخ عن شويه حاجات في البروجرامينج وكده في الاول، فلذيذ برضو. وبعد كده في الاخر بقى ايه، بعد ما الواحد يتعود على التفكير بالاكتيفيتيز دي وبتاع، بيبقى فيه برضو شويه حاجات يعملها بسكراتش وكده. فبرضو كتاب لذيذ جدا. ولقيت برضو الكتاب ده عن الهيومن بودي، يعني كتاب كده بيشرح كل حاجة في الجسم، كتاب دسم يعني. كل دي كتب للعيال بقى على فكرة برضو الكتب دي يعني اعتقد ان هي تبقى لذيذة. هم اي نعم صغيرين شوية بس مفيش مشكلة ان الواحد ياخدهم واحدة واحدة كده، ومامتهم برضو تشرح لهم وبتاع كل حاجة بقى. وانا يعني بحب حاجات دي كي جدا زي ما بقول لكم كده، بتبقى رسومات لذيذة والكلام، والكتاب نفسه معمول يعني. دي اغلى الكتب اللي انا جبتها، الكتب بتاعت دي كي دي غالية الصراحة بس تستحق. لقيت برضو الكتاب ده اللي هو ايه 1000 amazing facts، 1000 فاكت مذهلة او 1000 حقائق مذهلة يعني. برضو ايه حاسس ان هو يبقى فيه معلومات كتير عامة، الواحد يجمع منه معلومات كتير قوي العيال برضو يعرفوها، بحيث ان انا احس ان العيال وهي صغيرة كده لذيذ ان هي تتعرض لاكبر كم من المعلومات ممكن، ويعرفوا حاجات ويتعلموا حاجات. ولما يكبروا بقى شوية ويبقوا فاهمين الدنيا اكتر، يبتدوا ايه يختاروا ايه الحاجات اللي عجباهم عايزين يتخصصوا فيها اكتر وكده يعني.